كلمي يا هو ايمان. محمد مش دلوقتي يا احمد. لا مش عايزه تسالي. مكسوفه. مدرسة انجلش اصلا بس مش عارفة. انت مدرسه؟ محتاجاكي في حاجه، قولي لي بتختاروا مدرسه ازاي؟ بتختاري ازاي مدرسه لولادك؟ ايه الاهم الحاجات اللي لازم تعرفيها عشان تختاري؟ يعني معظم المدارس بقت سيئة للأسف يعني، بس صعب تختاري. يعني أصلي مهما اخترتي انت ما دخلتيش جوه المدرسة وقعدتي في فصل وشفتي المدرسين بيتعاملوا ازاي مع الولاد، ولا الإدارة عاملة ازاي، ولا في نظام ولا ما فيش. فالاختيار بيبقى صعب شوية. على السمعة بقى الناس بتختار المدرسة دي كويسة أو مش كويسة. طب وفي الفرق بقى بين الناشونال والانترناشونال؟ الناشونال بتبقى مناهجها يعني أخف شوية من الانترناشونال، دي معلوماتي يعني. اوكي، اخف من ناحيه ايه؟ المناهج. اوكي. طب هل مثلا لما انت مثلا ولادك في مدرسه ايه؟ عندك ولاد؟ في مدرسه. في الجامعة. لا اكيد في مدرسه في لسه. الجامعة. ولادك في الجامعه؟ ازاي؟ بجد ولادك في الجامعه؟ ماشي، مش قلتليش اسم المدرسه، لا مش عايزه. اخترتي المدرسه دي على اساس انها قريبه للبيت؟ على أساس ايه إنها الاختيارات؟ أقرب حاجة للبيت. بالظبط، ده حاجه مهمه. اقرب حاجه للبيت. طيب وايه رايك في الانجليزي كلغه للاطفال؟ مهمه ولا ايه الاهم، العربي ولا الانجليزي؟ مهم، بس يتعلموا عربي الاول. هو لو اتعلم عربي كويس بعدين لما يجي يتعلم انجليش هيعرف يتعلم. انما مش مع انه يتعلم الاثنين مع بعض، دي بحسها لا مش كويسه. يعني يبدا يتعلم عربي الاول، لما يتعلم عربي يبقى يتعلم انجليش. بس التعليم في الصغر كالنبش. هو في الصغر برضه، ما هو احنا مش قلنا مش هنستنى 10 سنين، بس علمه مثلا في البرايمري 1 و 2 و 3 على الاقل، اديله عربي. لما يبقى يعرف عربي كويس يبقى علمه انجليش. صح. اوكي. ممكن اسالك سؤال ثالث؟ استنى بس انا بنسى اصلا المواضيع. مدرسة. طب قولي لي عبال ما افتكر اللي بتختاري مدرسة ازاي لاطفالك؟ ما هي زي ما قالت لا اكيد انت هتقولي حاجة بنتي مختلفة. دي في الجامعه. ما شاء الله. بس انا دلوقتي في الجامعه خلاص مش طفله. مش بس طفلة لا. كنا بنعتمد على القرب برضو، المسافه، وكل المدارس تبقى شبه بعض بعد كده، لان انت بتنقي اقرب حاجه ليكي لبيتك والمستوى اللي انت عايزه تدخلي الولاد فيه. بس ما بتفرقش بعد كده اللي في اكتوبر زي اللي في المهندسين زي اللي كده يعني. في الاخر هتحتاجي مدرس وهتحتاجي حد يساعد الولاد في البيت، ما بقاش في مدرسه اللي هو يرجعوا الولاد فانت مش محتاجه تعملي ريفيجن ولا تعملي حاجه معاهم ولا كده كده في دروس خصوصية. بالظبط. وانا مدرسه برضو ما بتتكلمش في الدروس فعلا. يا نهار أبيض. طب ايه اللي بقى المدارس دلوقتي ايه مشاكلها يعني؟ بصي، كل المدارس بتعتمد على حاجه واحده بس، الشهره، انه الناس بتقعد مع بعض تقول انا ابني في المدرسه الفلانيه، والتانيه ترد عليها لا ابني مش عارفه في مدرسه ايه. بقت برستيج، انت بتكملي زي انت مثلا مشتركه في نادي ايه وبتلبسي منين، وهي بقت برستيج كده، بس ملهاش علاقه بالتعليم. والدليل ان انت لما بتقعدي بقى مع اصحابك في النادي هي ده الموضوعات اللي انتوا بتتكلموا فيها. ما بتقولوش الولاد مثلا ايه دي المدرسه دي كويسه المدرسين اللي فيها كويسين، ما بتقوليش كده. او مثلا انت شايفه ان لا المدرسه دي مستوى كويس عشان المدرسين اللي فيها كويسين او منهجها، متهيألي ما بتتطرقوش للمناهج، بس بيقولوا لا اسم المدرسه اصلي انا دافعه بالدولار مش عارفه مصاريف الكتب، اصل انا مش عارفه عامله ايه الباص مش عارفه كده يعني. هي منظره اكتر منها تعليما في مصر دلوقتي، بالذات الانترناشونال. اصل انا شغاله في الانترناشونال. شغالة فين؟ مش هقولها على بتاع انا. لا مش مشكله، انا شغاله في المدرسه الايرلنديه. هي فين هنا؟ الايرش، لا في الدقي. طب ومدارس العربي بقى ايه؟ المدارس العربي بقى يعني انت بتبصي لللانجوج ان هي او الانترناشونال برستيج. العربي اللي هم مستسلمين للحكومه خلاص، مفيش حل تاني. مستسلمين الامر الواقع. والتجريبي ده بقى اللي هو الفشل بعينه، لانه انت بتفكري انه انت بتعملي كده حاجه افضل شويه. هي ذا سيم على فكره، بس هم مفهمين الناس ان دي حاجه نموذجيه وحاجه افضل وحاجه لو دفعتي اصل انت هتاخدي حاجه مميزه. هي سيم، مفيش اي ميزه في التجريب، بل بتدفعي فلوس. واحساسك ان انت مرتاحه ان انت مدخله يعني احسن شويه من المدارس الحكومه، فانت مدخله تجريبي مستوى يعني نموذجي شويه، او حاجه بتدفعي فيها فلوس فانت ايه مريحه ضميرك، عارفه كده. لكن لا يعني متهيالي المنظومه كلها غلط اصلا. اوكي. طب نعمل فيديو تاني.